فين؟ انسان وقح. لكن في تصرفات تانية ملهاش مبرر، او موقف محرج جدا ولحظه حرجه حاصله كده بشكل عارض بدون داعي. يعني مثلا انا كنت مع واحد صاحبي مهندس زراعي في مزرعه. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. اهلا بيك في الحلقه السابعه من كلام منطقي. بص، عموما كل مكان وكل توقيت ومناسبه ليها الكلام والتصرفات المناسبه ليها. يعني مش اي حاجه ممكن تتقال او اي حاجه ممكن تتعمل في اي ظروف، واكيد معظمنا عارف حاجه زي دي، وفهمنا لده بيساعدنا نتخطى ونتفادى مواقف كتيره قوي ممكن تكون سخيفه او محرجه. لكن احيانا لما الوضع بيخرج عن السيطره بتبقى حاجه في قمه الاحراج يعني، وببقى بجد عايز من الشباك لارمي لك حالي. وانا عاده معروف عني وسط اصحابي انه انا دايما المواقف المحرجه بتطاردني. يعني مهما تحاول انك تاخد بالك من كلامك، تاخد بالك من تصرفاتك، من تحركاتك، هتلاقي الارض مزحلقه فتقع تدلق القهوه السخنه على تابوت جد واحد صاحبك في عزاه مثلا. يعني اقرب مثال حاجه لسه حاصله بجد، حاجه لسه حاصله امبارح. يعني انا في العادي انا مش اكتر شخص منظم في الدنيا، فلما بدخل اخد دش مش بخرج من الحمام لابس بدله، يعني بخرج لابس حاجه تانية غير البدله. فده حصل بالظبط، وكان في واحده صاحبه مامتي بره، فانا خارج من الحمام مش لابس البدله، ولقيت واحده صاحبه مامتي قاعده. فيعني بص، انا مش هخبي عليكم زي ما مخبيتش عليها، يعني انا ما بحبش اخبي مشاعري في العادي. قلت لها يا طنط انا بصراحه محرج ومكسوف جدا من اللي انا لابسه ده، فتسمحي لي اقلعه. رحت الاوضه، افتكرت ان انا ناسي الفوطه، رجعت جبت كل ده وانا مش لابس البدله، يعني كل ده ورجعت جبت. بهزر يا جماعه، هو انا ما ينفعش اهزر؟ يعني ما اهزرش؟ ما تعملوش بقى زي صاحبي اكتر واحد بيحب الهزار في الدنيا وبيهزر، ونبقى قاعدين مثلا وسط ناس او قاعدين مع صحابنا وارمي افيه خفيف، حاجه بسيطه، ابتسم، يروح موشوشني يقول لي يا اسطى بقول لك ايه بقى، ما تهزرش، خليك جد بعد اذنك. ليه ممكن حد يعمل في حد كده؟ دي اسوأ تصرف في الدنيا. انت قفلت لي اليوم وسديت نفسي. يعني الويتر جه تطلب ايه؟ اطلب مبرر للي هو عمله ده، عشان مفيش اي مبرر لتصرف الزباله ده. والفكره انه بعد دقيقتين بالظبط هتلاقيه طالع على الترابيزه. صاحبي ده اللي كان بيقول لي بطل هزار، بيرقص على البيانو اللي شغال، يعني من كتر ما احنا قاعدين في مكان محترم على البيانو اللي شغال في المكان اللي بناكل فيه ده، وهو طالع بيرقص على الترابيزه. طب يعني اعرف حدودك الاول. بس اصل الحدود حاجه جميله، يعني بتخليك تعرف تقول ايه وما تقولش ايه للناس. اصل لما بتخيش بتبقى وحشه قوي، يعني لما تقول حاجه ما ينفعش تتقال لحد بتبقى عايز تدفن نفسك. يعني انا مره قلت لواحده عندها 17 سنه انت شكلك عندك 30 او حاجه و30. وانا هنا ما كانش قصدي سن، ما كانش قصدي ان هي شكلها كبير، يعني كان قصدي ان هي بس شكلها هادي. يعني ما فيش الشعر بتاع علي حميده ده، وما فيش اي حاجه مثلا كاجوال اوفر، يعني شكلها كله هادي، بس كان شكلها عاقله. ده اللي كنت اقصده. بس خلاص يعني هي اتجننت بعد الجمله دي عموما. او مره تانية انا كنت قاعد وفي القعده ناس شباب تلاتيناتي، وانا يعني قلت اكتر بق ما ينفعش حد يقوله في المطلق. يعني قلت لهم بامانه الواحد خايف يتسحل بقى لما يكبر في دوامه الشغل والحياه، ينسى نفسه وينسى يكون اسره، اوصل بقى ال 30 ولا حاجه و30 وابقى لسه بدور بقى على اي كلبه ترضى بيا. هو ده فكره غلط. يعني انا تخليت عن الفكر ده وتخليت عن صحابي دول، لان انا خلاص ما عرفتش اصالحهم للاسف. انسان وقح بجد. الواحد بيحاول يبقى انسان كويس، بس برضه لما بيحاول يبقى انسان كويس بتقابله احراجات كتيره. يعني على سبيل المثال لو حد منطوي او بيتكسف شويه او لسه جديد على القعده دي وما يعرفش الناس دي، لو انت بتحاول تبقى انسان محترم شويه، تحاول تهزر معاه، تفك وتقرب منه، تتعرف عليه، ايه بقى انت يعني كده. فتاني يوم بيكلمني بقى وهو عايز ان احنا ننزل كل يوم وننزل نقعد 12 ساعه. يا باشا يا بقول لك ايه وانت فوق، انت في طب، يعني يا اما تبقى نيرد وما عندكش حاجه اجتماعيه، يا اما تبوظ كاريري وكاريرك. ما ينفعش صح؟ تبقى محرج تكسفه عشان هو او تبقى محرج ترفض لان هو بيتكسف وحساس، او مثلا هو قاعد طول اليوم فاقد النطق، فانت ترمي له هزرايه او تدخله في الموضوع بشكل ما، يروح قايل اكتر حاجه في الدنيا ممكن تهلهل الناس ضحك عليك، يعني يطلعك على المسرح فجاه. وساعات بيعملها قاصد على فكره، انا ساعات ببقى فاهمه، ساعات بيعملها قاصد. ممكن تاني يوم يجي واخد عليك قوي، ياكلك بالقفا مثلا وسط الناس. انت هنا بيبقى خلاص قدامك اختيارين، يا تختار كرامتك تخسرها، يا تختار انسانيتك تخسرها. يا حلو انت يا مسليني. وطالما قلنا مسليني، يعني يا جماعه التسليه حاجه مهمه وحاجه حلوه. انت اصلا بتنزل تقعد مع صحابك اللي انت بتحبهم، ما عندكش انا رحت فين؟ يعني انت هتخيب شكلك كده. تنزل تقعد مع صحابي اللي بحبهم بغرض انك تتبسط او تتسلى، فبتندمجوا في الهزار، ممكن تعملوا حاجات غريبه، تقلد حد مثلا، تبقوا بتعملوا تيك توك او حاجه، وفجاه تلاقي صاحبه مامتك مثلا جايه تسلم عليك، شايفاك لابس بقى المره دي جايه تسلم عليك وبتاع، او مثلا حد جاي يسالك على عنوان، فهو شايفك في الوضع الغريب ده، شايفك بتقلد حد بصوت عالي، او شايفك بتعمل حاجه عبيطه، وهو بالنسبه له ده العادي بتاعك. بس على الاقل هو شايفكم بتهزروا، فيعني انت هنا معاك مبرر. لكن في تصرفات تانية ملهاش مبرر، او موقف محرج جدا ولحظه حرجه حاصله كده بشكل عارض بدون داعي. يعني مثلا انا كنت مع واحد صاحبي مهندس زراعي في مزرعه، ما حدش يسالني ليه، يعني هو المواقف دي اللي بتخلي الواحد دماغه فيها محتوى. يعني كنت مع واحد صاحبي في مزرعه، ففي زرع وفي حيوانات وفي تراب وفي حشرات بشكل ما، وبعد كده ماشيين بالعربيه، فانا
لاحظت حاجه في قفايا، يعني زي اي حد من الدقهليه هرشت. ما ينفعش صح؟ ما تردي عادي. مش زي اي حد من الدقهليه. فعملت كده، فلقيت حاجه طلعت في صباعي، فببص بشوف ايه ده. انا كنت جنب اللي سايق، فببص على يميني لقيت في بنت في باص معايا بتشوف ايه ده برضه يعني. ايه ده بقى، عندك اي فكره؟ تعرفيش؟ طيب تحفه. وخلاص بقى هي رسخ في ذهنها ان انا ده الديلي روتين بتاعي، بنزل كل يوم ميدان المحكمه استخرج حشرات من شعري. وبعدين هي بنت، وانت لو عامه في اي مكان وفي بنات شايفينك بيبقى فيه شعور معين كده، بتحس انك كريم فهمي كده يعني. فجاه بتبقى كريم فهمي بدون مبرر يعني. هم بس شايفينك يعني، انت على مرمى بصرهم، هم مش باصين لك. بتعضل سيكه كده وبتتخشب كده، وبالك من حركاتك كلها، تاخد بالك من وشك عامل ازاي. يعني بتتخيل نفسك من كذا زاويه، كان مروان حامد بيصورك دلوقتي قاعد عامل كده وبتاع. بص جنبك، اسف على الازعاج، مفيش بنات، مفيش ترابيزه، مفيش داعي للي انت عملته. محدش بيعمل كده. قشطه، انا فضحت نفسي عامه. بس يعني كل دي صدف مع ناس انت ما تعرفهاش. الاسوأ لما تقابلك صدف محرجه او وحشه مع ناس انت تعرفها. يعني مثلا بيبقى في لحظه معينه كده لما في حد انت تعرفه تقابله، وانتوا الاثنين ماشيين بتصارع معين، فانتوا مش لاحقين انكم تقفوا تسلموا على بعض مثلا، فبتبداوا تقعدوا تلمحوا بطرف عينيك وكده، وتدورها في دماغك في جزء من الثانيه هتاخد القرار يا هسلم يا مش هسلم. فبتقعد وفي حد فيكم فجاه بيروح مفجرها بقى، اللي هو ازيك عامل، فالتاني بيتفاجئ ما يلحقش يرد عليه بقى، اللي هو ولو في مثلا ناس انت ما تعرفهمش قوي، فانتوا ساعات بتسلموا وساعات لا. فمثلا انت لقيتهم قاعدين في مكان وهم بنات وبتاع، وانت مش معاك صاحبك، قررت تمشي خلاص فاكس مش هتسلم يعني، فيروح صاحبك واخدك وراجع تسلمه. انت في اللحظه دي شكلك وحش جدا، اوحش حاجه في الدنيا، ودول بنات وانت اصلا شكلك وحش في الطبيعي. تخيل انت بقى شكلك اوحش، يعني انت بقيت محتاج عمليه تجميل في اسرع وقت من الدكتور اللي هو بيدخل العمليه يخبط. عارفوا اللي على تيك توك ده اللي هو بيخش يخبط على عينين كتيره كانه مستني حد يفتح. انت كده باينه في الكادر. ايه ده بقى، هو انت قصدك ان الناس اللي بتعمل عمليه تجميل اوحش حاجه في الدنيا؟ يعني اظن واضح للجميع يعني. قصدي كده جدا. بس انت شايف نفسك قبيح لدرجه ان انت طلبت تدخل جراحي. يعني بس في الحقيقه خلقه ربنا جميله كلها والجمال شيء نسبي اصلا، فمالوش معايير ثابته. فانت ما تقدرش تقول على حد ان هو شكله حلو مطلقا او حد شكله وحش مطلقا. لا، هي كل يعني اذواق واراء في النهايه. فما فيش حاجه اسمها انا شكلي وحش في العموم، باستثناء لو انت نازل تجيب طلبات للبيت، ده بيبقى اسوأ شكل في الدنيا. لا يعني، لا هنا انت شكلك بجد وحش، انت لابس بيجامه خضراء شبه الطفل اللي لسه مفطوم وشعرك متنعكش وبتاع، فده بتبقى في اللحظه دي ماده خصبه لان اي حد يشوفك ويضحك. وعاده الناس اللي ما قابلتهاش بقالك سنين بتيجي تقف تحت بيتك في اللحظه دي تستناك تنزل، يعني بتبقى صعب قوي لما انت تكون بالمنظر ده وحد يشوفك. الأسوأ لو بنت انت بتحاول تبهرها. الأسوأ لو بنت كنت بتحاول تبهرها وفشلت. يعني هي اصلا وانت لابس كويس ومسرح شعرك وبتاع مش شايفاك راجل، مش شايفاك بني ادم. تخيل انت شكلك دلوقتي عامل كده بقى، شايل شنط كتير ومنعكش، حاطط محفظه ومفتاح في بقك، شايل صناعه على دماغك شبه رونالدينيو وعمال تدنجل كده. المفروض تبقى شايل طفل، ده كان هيبقى اقوى انتصار ضدها في رايي. في حاجات بقى انا بشوفها بتحرج يعني لا اراديا، يعني هي مش حاجه تبعي انا، بس انا بشوفها بتحرج. يعني مثلا الصوره بتاعت الناس اللي بتتصور وهي ماسكه الهرم كده، الصوره دي صعبه. اولا هو كومبوزيشن مش مريح بصريا، يعني شكل الصوره وحش، وفي عرق كتير قوي في الصوره انا شمه، وفي شمس مخليه الاضاءه لاسعه، الصوره بايظه، وشك عامل كده، التاني وشك مش شمس عامل عينيك كده، واهلك موقفينك عافيه حاجه قميئه يعني. او برضو الاعلاميين اللي هم في القنوات اللو كواليتي اللي بيبقوا مش لابقين كفايه يعني انا ما فيش مشكله انك ما تبقاش لابق قوي، انت ممكن تتكلم عادي بلغه عاميه، لكن لا، بيضطر ان هو يتكلم كنجيب محفوظ ويستخدم مصطلحات ما حدش استخدمها قبل كده، اللي هو وكانوا ايضا يستخدمون الكتابه الهيروغليفيه في الفرعونيه القديمه لارسال بعض التهديدات والضغائن اي كلام بقى، اي كلام. عاده بيستضيفوا برضو، ودي تاني حاجه انا بتحرج قوي لما بشوفها، المطربين اللي هم بيقولوا غنوه. عارف الجيل اللي هو بتاع ايهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس والراجل اللي هو شبه مجدي عبد الغني ده اسمه حسام حسني، الجيل ده، الناس دي لما بشوفها بتتكلم من غير شاعر، يعني الكلام طالع منهم هم من بقهم، انا بتحرج دايما، مش عارف ليه يعني. لا عملنا غنوه كويس قوي. الالبوم كله كانت الشرايط اللي فيه باعت جدا، الناس كلها بقى بتقابلني في الشارع، واصحى تاني يوم سياده اللي هو عايز يكلمك في ايه، سياده اللي هو اتخضيت جدا، انت اللي عايز يشتري الارض بتاعتنا بتاع بلبيس، عادي حاجه مالهاش علاقه بالالبوم. انا ما اعرفش ليه بتحرج قوي لما بشوف المطربين دول، بس غالبا عشان هم في مقام صحاب بابا. يعني بمناسبه صحاب بابا يا جدعان، في دايما في صديق كده للاب بيبقى اللي هو التصابي لو كان شخص، يعني عمو انت سابق شعرك احمر اصلا، ازاي قادر تتكلم؟ ازاي جاي لك الجراءه وقلبك جايبك انك تيجي بيت فيه شباب وتقعد تتكلم معاهم وتتريق عليهم؟ مش شايف انت حاجه غريبه شويه؟ عمو ده بيقرر بقى ان هو هيقعد هيكشفك لبابا بقى، يعني فين النضاره؟ هاتي النضاره، لازم امثل مشهد دلوقتي، هاتي النضاره. عمو ده بيقعد
مسقط النضاره سيكه كده وقاعد كده يقول لك ازيك يا فادي عامل ايه؟ قول لي بقى، عارف السجاير قبل ما بيشربوها بيعملوا ايه؟ بيولعوها صح؟ صح. يروح باص لبابا بفخر كده ويروح ساند على كرشه كده، بيبقى عنده كده يعني بيسند عليه كده. ها امال احنا جايين نلعب؟ ده ولد قروبه عارف كل حاجه، وبص في حته تانية اصلا بنضارته دي. وانا اصلا عندي حساسيه على صدري، انا الدقيق بيكححني، البصل بينامني معيط، ربنا على الظالم والمفتري. وبابا اللي بيجري معايا على دكاتره الحساسيه ده بيصدق عمه ده وبيتسوح معاه. او مثلا قول لي بقى يا ولا انت تربيه ايد انا خبزك وعجنك، قول لي بقى ما تتكسفش من عمه. علقت كام بنت في الجامعه؟ عمو لو دي رؤيتك عن الحياه ودي وجهه نظرك يا ريت تتعمي في اسرع وقت. وفي نوع من الاحراج تاني كده اللي هو انت بتعمل، اللي هو انت مش مدرك انك انت بتعمل حاجه محرجه، فانت جايب الاحراج لكل اللي حواليك، زي كلام منطقي بالظبط. يعني وانا من زمان كده، يعني انا زمان في ابتدائي كنت فاكر ان انا نيمار الجبار يولعها نار، ويعني بقعد اتفرج على الفيديوز بتاعته بتاع. انا اصلا كنت ادائي في الحياه الواقعيه شبه المدافعين اللي هو كان بيهلهلهم في الفيديو. انا كنت المدافعين دول كلهم لوحدي، كنت بروح التمرين اصلا بتعلم ازاي اعديها افوتها، اللي هو يا راجل كبر دماغي، يعني بروح التمرين انضج مش بروح اتحسن كرويا. والكوتش بتاعنا برضو كان يعني كانت دماغه مريحه شويه، كان بنخلي كل واحد فينا يختار لقب وبتاع، كانت حاجه. الفيديو ده لو وصل 4 مليون لايك انا مش هقول اللقب بقى، ممكن اقول اسم المدرب. الحلقه دي انا حاسس ان عايز اقول حاجه معينه. استنى، التيشيرت الاسود اهو، رجعنا تاني للكلام المنطفي. انا لبست التيشيرت الاسود بتاع اول حلقتين، عارف ده معناه ايه؟ ان هدومي خلصت. التيشيرت ده كان وشه حلو عليا، عملت بيه اول حلقتين، هنا بدات كل حاجه. شوف انا كنت تحت الصفر، شوف انا فين دلوقتي. فين؟ مش ناوي بقى تعمل حاجه في الموضوع ده؟ مش ناوي تعمل لايك تعمل سبسكرايب؟ يعني عيب بقى، عيب. انت بقيت خلاص فاهم. اعمل لي فولو على انستجرام هتلاقيه تحت، واعمل فولو على تيك توك هتلاقيهم في الديسكربشن تحت. شكرا انك اتفرجت لحد هنا، بحبك.